ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. لو قلت لك ان انا هخليك تجيب 16 صندوق مميز، ايوه زي ما انت سمحت كده، وبطريقة سهلة جدا جدا. فانت كل اللي عليك تسمع الفيديو ده من اول ثانية لحد اخر ثانية. فانا النهاردة انا بقدم لك حاجة زي دي. كل اللي انت هتقدمه لي تحط لايك على الفيديو ده وتحط اشتراك. ويا جماعة انا اول مرة اطلب الطلب ده من اخواتي. رمضان فاضل عليه خلاص 10 ايام. كل سنة وانتم طيبين. طالبين نوصل 30,000 سبسكرايب في اسرع وقت. فانت اشتراكك وشير الفيديو دلعني بقى يا حبيب قلبي. مش هستطيع لكم اكتر من كده. حضروا مشروبك المفضل، كوبايه شاي حلوه، قهوتك، وعايزك تركز معايا. وكنت هتنسيني لو لسه مش عندي الشهادات او لسه ما خدتش هدايا رمضان. ارجع بسرعه في القناه وشوف الكلام ده كله، انت فايتك كتير قوي. المهم نبدا كده. في اول حاجه، لكن لو جيت معايا على الصندوق ده، اوعى حد ينسى الصندوق ده. كل يوم بيكون ليك فتحه مجانيه، بتدوس هنا على فري وتنزل تحت كده على مجاني. هنا برضك عباره عن قصايم وصناديق مميزه. هي عباره كل يوم فتحه مجانيه، افتحها تمام. طبعا ده مش لوش علاقه بالفيديو بتاع النهارده. ازاي نجيب اول 6 صناديق؟ طبعا انت بايدك تجيب 6 صناديق مميزه. ناس كتير مش عارفه الطريقه دي. ركز معايا. تيجي هنا معايا على الفعاليات، وبعد ما تيجي على الفعاليات تيجي على اخر حاجه اللي هي هنا تدوس على انطلق. تمام. دوس معايا كده. طبعا المترو، مود المترو، تقدر هنا تجيب 6 صناديق مميزة. ولو جبت ال6 صناديق بتوع مود المترو اقول لك تجيب 10 صناديق تانية من طريقة تانية. فالفيديو النهاردة لكل الناس، فانت بقى طول بالك عليا. ولو ما حطيتش لايك على الفيديو ده والله العظيم يا صاحبي انا زعلان منك. حط لايك واشتراك، قدرني بقى. المهم تدوس على تنزيل ودخول. تمام. بعد ما تدوس على تنزيل ودخول هتضغط على مكافآت الشرف، وهيفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. هنا زي ما انت شايف معانا في الاخر 6 صناديق مميزة. عبارة عن ايه؟ ملخصة يا حبيب قلبي انك هتلعب في المود ده وهتوصل تقييمات معينة كده. طبعا دي ملهاش علاقة بالتقييمات اللي هي بتلعبها في التقييم اللي انت بتوصله كونكر والكلام ده كله، لا. ده يعتبر حاجة تانية خالص. فانت هتلعب وتوصل تقييمات. تمام. هتقدر تجمع هدايا، واخر الهدايا عبارة عن 6 صناديق مميزة. وبرضك معانا في الجنب التاني اللي هو في الجنب اليمين صندوق كده. الصندوق ده هيدينا برضك حاجات جامدة قوي، لكن انا معرفش الصندوق ده فيه ايه. لكن معانا اهم حاجة 6 صناديق مميزة بطريقة سهلة جدا. عبارة عن انك تخش تلعب في المود ده بس. هتلعب هتاخد الصناديق المميزة. تمام كده. كانت اول حاجة عرفتكم ازاي تجيبوا اول 6 صناديق مميزة. طب يا عم محمد، هل تقدر تخلينا نجيب 10 صناديق مميزة بطريقة سهلة جدا؟ اقول لك ايوه يا حبيب قلبي. معانا انجاز محدش يعرف الانجاز ده او محدش يشتغل عليه. انا مش طالع اشرح لك الانجاز، انا اقول لك على طريقة مبسطة جدا 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 تخلص الانجاز ده وتقدر تسترد الصناديق كلها، الصناديق المميزة. فين الانجاز ده؟ بتخش على صفحتك هنا وبعدين تدوس على الانجازات، وبعدين تيجي على الميداليات، وتيجي هنا على لا مفر من الهروب. تقريبا 90% من الناس مش مكملة الانجاز ده. الانجاز ده بيديك صناديق كلاسيك كتير، وبيديك 10 صناديق مميزة. تمام. بيديك 10 صناديق مميزة. ركز. لو قرينا بيقول لك اربح الميدالية القتالية. احنا نقراه من هنا. بيقول لك تخلص من العدو الذي يتحرك مش عارف ايه. انت عايز تعمل المهمة دي بالتفاصيل. نعمل ايه يا عم مو هاني؟ ما تقول لنا على طريقة مبسطة من الطرق بتاعتك الجامدة. هقول لك عينيا يا حبيب قلبي. كل اللي عليك هتخش تحالف. طب اخش تحالف مع مين؟ هقول لك هتخش تحالف دلوقتي مع مين. اكيد ليك اصدقاء بتلعب معاهم، اكيد اخوك، اي حد من صحابك بتلعبوا بابجي. اتجمعوا مع بعض. تمام. طبعا انت لازم تكون في نفس السيرفر بتاعه. لو اوروبا انت اوروبا، شرق اوسط هو شرق، المهم انتوا الاثنين في نفس السيرفر. تمام. وتخشوا بدء في نفس الوقت. مش هتظبط معاك اول مره.
اهم حاجه تخشوا بدء في نفس الوقت يا حبيب قلبي، تمام. واقول لك على بقى الخدعه اللي تخلص المهمه دي اول ما تخش. طب اعرف ازاي؟ واحد يسالني يقول لي طب انا اعرف ازاي اول ما اخش بدء في نفس الوقت يا عم محمد، تمام، ان احنا مع بعض في نفس الجيم؟ اقول لك هتبص على الخريطه نفس الخريطه، اتجاه الطياره نفس اتجاه الطياره، يبقى انتوا كده مع بعض، تمام. خلصنا من اول خطوه، هنخش بدء في نفس الوقت. طبعا هتتفقوا تنزلوا في مكان معين يكون بعيد عن الناس كلها عشان تقدروا تخلصوا الموضوع ده، تمام. من بعد ما تنزلوا في المكان يا حبيب قلبي، تمام، كل عليك انك هتجيب سلاحك مسدسك، تمام. بص بقى الكلام ده وتدمش فيه، يعني تدمش فيه كده حاجه بسيطه، اللي هو تخلص مثلا نص الدمج بتاعه، تخلي الدمج بتاعه 50، تمام. وهو يركب العربيه ويمشي على سرعه 40، تمام. يمشي على سرعه، المهم يعدي سرعه 40. وطبعا انت هتكون مدمجه، فمش هيكون محتاج الا طلقتين 3، فانت هتضرب طلقتين 3، فانت هتخلص المهمه دي بكل بساطه وكل اريحيه. فاستحاله اصلا تقدر تجيب 200 كيلو من انك تقتل الاعداء. انت فاهمني؟ الموضوع بسيط، لان هم بيكون الدمج بتاعهم عالي. فانت على ما تدمج الشخص او العدو اللي جوه العربيه، فانت اول ما تدمجه خلاص هينزل ويعمل دم وهيفايتك. فاحنا بره عن الكلام ده كله وغنى عن الكلام ده كله. هتخش تحالف، تمام، مع مثلا اي حد تعرفه، وتعملوا بدء في نفس الوقت، وتتاكد ان مؤشر الطياره نفس مؤشر الطياره. طب حد يقول لي طب ايه لازمه العربيه؟ لان المهمه ذات نفسها بتقول كده اهيت. لو جينا هنا على لا مفر من الهروب، المهمه ذات نفسها بيقول لك تكون على سرعه 40 كيلو. فانت طبعا يفضل ان العربيه العاديه الصغيره، تمام، وانت هتكون مدمجه قبلها. اوعى يا صاحبي هو صاحبك اللي انت هتتحالف معاه يركب العربيه وانت ما دمجتوش قبلها، لا، انت تكون مدمجه عشان يساعدك وانت بتقتله بالمسدس. لان هو لو دمه 100 وركب العربيه، فانت ممكن ما تظبطش معاك، فانت تخلي دمه يعني على 50 40 30، بحيث تضرب فيه طلقتين 3 يكون مات. ولازم يكون معدي سرعه 40، يعني لازم يكون معدي سرعه 40 يفتح منظور الشخص العادي عشان يعرف يشوف السرعه ماشيه ازاي. انت فاهمني؟ المهم يعني هي بتبان، السرعه بتبان يا حبيب قلبي. بص بقى، انا عملت قبل كده فيديو على القناه وقلت يا جماعه اي حد عايز اكمل في سلسله الانجازات المعقده، على فكره انجاز زي ده كان معقد، يكتب لي تحت في الكومنتات، وانا باذن الله الانجازات اللي جوه لعبه بابجي كلها هقدر اعملها لك بابسط طريقه، وثغرات وحاجات هتخلص لك الانجازات دي كلها. لو عايزين نكمل في السلسله دي، اعملوا لايك على الفيديو ده واكتبوا لي تعليق يا مو هاني كمل في السلسله دي، وحاجه كده جامده كده، تعليق جامد منكم، لان انا بقرا كل التعليقات. عايز اقول لكم انا بحبكم قوي، احلى اخوات في الدنيا. واي حد وصل لحد هنا من الفيديو يكتب لي تعالى يقول لي انا وصلت لحد هنا من الفيديو، اقول لك انت اخويا وحبيبي انك قدرتني وسمحت الفيديو من اول ثانيه لحد اخر ثانيه. ما تنسوش تحطوا اشتراك في القناه، عايزين نوصل 30000 سبسكرايب في اسرع وقت. بس كده خلي بالكم من نفسكم، اشوف وشكم على خير في رعايه الله. السلام عليكم.